طيب يا جماعه احنا بنتكلم عن ايه بقى؟ المره اللي فاتت لما جينا بنتكلم عن المغرب كنا مبسوطين بقى باللي حصل والايه والمغرب وعملت وسوت. دلوقتي احنا هنتكلم في التكتيك، هنتكلم عن اللي حصل في الملعب، هنتكلم عن اللي زعلوا واللي مشيوا واللي اخدوا على عينهم وروحوا، وهنتكلم على ايه؟ لا احنا كده. اسود الاطلس. لا ايه؟ انا كده هاخد بقى وامشي. لا ايه انتوا زعلتوا جامد. لا هي كتكتيك، انت طبعا شايف البرتغال عملت ايه. بص احنا مش هنقول بقى ان البرتغال احسن ومش احسن، لا هو المغرب عمل ماتش حلو وبيلعبوا بروح وكل حاجه، بس امكانياتهم مش هم ياخدوا كاس العالم يعني. بس نقطه، دلوقتي انت بتلعب كانك بتلعب في المغرب، انا بلعب يعني لو في 60,000 متفرج مثلا 55,000 منهم اولا بس مغاربة. انحيازي لكريستيانو عشان بس ايه محدش يقول لي انت بتتابع دينا جديد انت كده بتتابع. مش معنى ان انا عربي ان خلاص، انا كنت بشجع المغرب طبعا في البطوله من اولها تمام، ولحد دلوقتي بشجعها، بس الماتش اللي فات ده كنت بشجعها عشان بشجع كريستيانو. وقلنا اللي ممكن تكمل كانت ايه؟ قلنا في الفيديو اللي ممكن تكمل المغرب. ده الماتش اللي تشجع عشان المغرب عادي. ده كان الماتش دوت. فالماتش دوت احنا هنقول بقى ايه اللي لينا واللي علينا، فاهمني؟ يعني هو هيقول الحاجات بتاعت المغرب وانا هقول الحاجات بتاعت البرتغال. طب دلوقتي احنا لو هنتكلم عن المغرب هنتكلم عن خط دفاع مش قادر اتكلم عنه. ايه ده يا جدعان؟ ده ايه خط الدفاع دوت؟ واللي بيطلع بينزل اللي احسن منه. يعني انت متخيل انت اصلا داخل مصاب في قلب الدفاع بتاعك مصاب ومش عارف هتعمل ايه، وتلاقي مره واحده اللي نزل احسن من اللي فات. اللي نزل بعديه بدر بنون احسن من اللي طلع. بيلعبوا بروح التيشيرت، فاهمني؟ يعني بتحس ان هم بيلعبوا لا انا هكسب حتى لو هلاعب مين مش مهم، واعمل اللي عليا، فاهم؟ وايا كانت النتيجه انا راضي. يعني انا وصلت لمرحله محدش وصل لها من العرب قبل كده، فانا كده راضي. انا كده كتبت التاريخ يعني. فانا لو خسرت عادي. لا بس لعبوا بطريقه فظيعه. هي الروح اللي بتخليهم يعملوا كده، وان هم خايفين على بلدهم واهم حاجه بقى الجمهور في دورهم بطريقه غبيه. الجمهور يا جماعه عندنا مثلا اكبر عامل لا ما احنا على فكره احنا لو كنا صعدنا كاس العالم دوت، انا كاس العالم دوت طالع من عيني ومن عين كل اليوتيوبرز ومن عين المصريين كلهم ان هو معمول في بلد عربي يا جماعه. انت اي دوله عربيه لو قطر كان الاستاد كله بيشجع قطر، الاستاد كله عرب. ما احنا سهل جدا ان احنا نروح، يعني مش قصه احنا بس. هو ده اللي بيزعلك ان هم وصلوا، ان هو في قطر واحنا وصلنا. بس هو السنه الجايه ان شاء الله هنوصل عشان يبقوا 9 فرق من افريقيا. 9 في التصفيات يعني 9 اساسيين في التصفيات الاساسيه، والمفروض ان يبقى فيه يعني شبه نص كده، نص مقعد اللي انت ايه بتتقاسمه مع حد تاني في تصفيات. المهم خط النص مرابط دوت ده جاي من فيرونتينا يا جماعه. تحس ان هو جعان كوره، انا جاي امرقص، جاي العب، جاي اشمس، جاي اعمل كل حاجه في الكوره. كل حاجه في الكوره عملها، مفيش حاجه ما عملهاش. يمرقص ويشوط ويلعب ويغطي ورا حكيم زياش ويغطي ورا اشرف حكيمي، بيعمل كل حاجه في الكوره، ما فيش حاجه ما عملهاش. النصيري اللي طار في الهواء وراح دين رازعها بدماغه، وفي واحد كان حاقد عليه على الدكه وعمال كده ايه لا جامد يا نصيري، ايه ده عملتها ازاي دي؟ انا اقسم بالله اتضايقت قوي يعني عشان اللي حصل دوت، عشان انا من عشاق كريستيانو، بس برضه يعني في الجانب التاني يعني مش ميسي اللي خسره يعني. يعني المغرب برضه ما دام مش ميسي اللي خسره يبقى ارض شقيقه، فاهم؟ بس فانا بشجع المغرب طبعا، وان شاء الله ميسي مش هياخدها، عشان لو ميسي اخدها بقى تبقى خلاص كده بس وصل الرحمه لكريستيانو. احنا بقى ايه كان لازم نخلص الناس دول بقى كلهم على جنب، ونيجي ننتقل عن 3 لاعيبه. اشرف حكيمي اللي تلاقيه هو هنا تمام، الهجمه المرتده بتلعب هو هنا بيعمل كل حاجه خلاص الهجمه المرتده خلصت وهندافع، هو بقى هنا بسم الله ما شاء الله عليه يا جدعان. سرعه، بدني، تألق، بيدافع، رجوله. احسن باك في العالم. زياش برضو اخد الوينج رايح جاي بطريقه ما تتخيلهاش. التالت بقى معانا اللي احنا لازم نتكلم عنه، لازم نشكره. اقسم بالله شكله هياخد شكله والله انا حاسسها، مش عارف ليه انا حاسسها. بونو يا جماعه، بونو اللي جاي مش يعني عشان العالم كله فاهم هيحسبها بقى ايه، لا العرب اتغيروا بقى حاجه ثانيه. فانا كده مثلا انجلترا مثلا او فرنسا او ايا كانت الدوله حاجه لاعب منتخب عربي ايا كان هو ايه بقى، مصر، المغرب، تونس، اي حاجه،
ابقى فاهم اعمل لهم حساب، مش شبه مثلا السنوات اللي فاتت اللي هو المجموعات كلها فيها فرقه كده تعبانه، دي معروفه دوله عربيه. انت شبه ما اسمه ايه ده قال ابراهيموفيتش، قال لك لو الفرقه لو الفرقه العربيه كلها اتجمعت في مجموعه ما حدش فيهم هيصعد. محدش فيهم هيصعد. لا يا جماعه فدي هي تضحك بس وحشه برضه. احنا من اولها واحنا اثبتنا فعلا ان العرب عاملين شغل السنه دي جامد جدا. انت لما جيت تشوف بلجيكا راحت تلعب مين؟ راحت تلعب مصر، عشان لما توصل للمجموعات، هي وصلت للمجموعات هتلاعب مين؟ هتلاعب المغرب. لعبت مصر خسرت 2-1، لعبت المغرب خسرت 2-0. فانت فاهم؟ انت اي دوله عربيه دلوقتي لا هي ممكن تناطح عادي الدول الاوروبيه عادي جدا، مفيش اي مشكله. احنا بقينا بنلعب باريحيه اكتر، بقى في لاعبين محترفين كتير جدا. انا طبعا لو هعد لك اللي في المغرب هم المغاربه كلهم اصلا محترفين تقريبا، مفيش غير قليل قوي اللي تلاقيهم اصلا في دوريات ايه اللي هي العربيه. احنا مش بنتكلم محترفين اللي هو بره المغرب، هو كده وكده هو بره المغرب، بس بيلعب في دوري عربي ولا دوري اوروبي، ومعظمهم بيلعبوا في دوريات اوروبيه. فانا لو احب اشكر، لا انا اشكر بونو كان ليه فضل كبير جدا 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 في الفوز النهارده. اي حد يشوف كريستيانو جاي عليه بانفراد انا اكيد ههور على نفسي، اكيد ههور على نفسي. كان انا اقف له بثبات وبتاع واعمل له كده اهوت شوت يا معلم في اي حته، هي كده وكده هتيجي فيا، وشاطها وصدها والحمد لله ايه ما تعدوش وكسبنا 1-0. ورينا سبب الهزيمه يا كابتن. الصراحه مش عارف هم عاملين سحر ولا ايه، مش عارف، بس في حاجه غريبه بتحصل. يعني الشوط الثاني المغرب ما كانتش موجوده، غير عملت مرتدتين كده هجمتين تمام، الحمد لله ما جوش جوان عشان هيبقى في حاجات غريبه كده بتحصل. والبرتغال كان ماسكه الماتش كله طبعا فحت وردم. كان بصراحه هي مش الماتش كله، هو الشوط الاول اللي هو الشوط الاول كان فيه نديه فظيعه. يعني الشوط الاول احنا مش متخيلين اصلا ان المغرب هتعمل كده. انت شايف ان هجمه في هجمه وسرعه في الانتهاء. هو انا ما اتفرجتش على الشوط الاول، بس الشوط الثاني شفته المغرب مش موجوده، ما عملتش غير هجمتين بس، مرتدتين بس، ما عملتش اي حاجه تاني، بس كانوا بيدافعوا حلو. يعني البرتغال مش عارفه تعمل، عمالين يبوظوا ويرجعوا في نص الملعب، مش عارفين ايه يعملوا هجمه مثلا. ده الدفاع اللي انا شكرت فيه. فهو الدفاع الصراحه 10/10 ممتاز صراحه. وهو كان بينزل ديفندات كتير قوي اصلا. يعني هو تقريبا الثلاثه المهاجمين اللي قدام بس، بنون ومش عارف مين وكده انزل. ولما كان في مرتده كان هم الثلاثه بس اللي بيطلعوا قدام، غير كده خط النص كله واقف ورا زي ما هو. ما انت لو تلاحظ ان انا اللي قدام الكوره الهجوميه عندي في مين؟ في اشرف حكيمي تمام، وحكيم زياش ونصيري اصلا اللي طلع في الشوط الثاني ونزل مكانه الولد اللي اتطرد ده اصلا اخذ انذار عيب متخلف. منع تبديل كان ممكن يفيدنا جدا جدا في الماتش اللي جاي قدام فرنسا. فانت اكيد يعني ايه النصيري ممكن ياخد مثلا انذار، ممكن يتصاب، ممكن يحصل معاه اجهاد، اي حاجه من كده. مفيش مهاجم خلاص، ما انت المهاجم الاولاني اصلا خالص مصاب، وانت عندك النصيري بيلعب تقريبا بنص رجل، هو عمال بيبهدل كل ماتش تمام. انت تتطرد يعني هتتمنع من الماتش اللي بعده، فاهم؟ فانت كده منعت عنك تبديل كان يعني ممكن اللي هو يكون حل. هو بقى مش هنبص على الغلطات بقى، هو بشكل عام الصراحه اللعيبه رجاله قوي اللي هو حتى لو هلاعب مين لا مش مهم، انا عامل اللي عليا فاهمني. وايا كانت النتيجه زي ما قلنا في اول الفيديو ان كده انا خلاص يعني تمام. طب ايا كانت النتيجه كنت حاسس ان مين مختفي خالص في البرتغال مش موجود. لا كلهم هم في اخر الماتش كلهم ظهروا، كلهم عملوا اللي عليهم اصلا في اخر الشوط الثاني، كانوا كلهم بيهاجموا وكلهم فاهمني، ما كانش فيه ورا غير بيبي دياش. ده حتى دياش كان بيروح على الكورنرات وكان بيلعب بدماغه. لا هو قصدي ان كلهم فاهمني عاملين دايره على لعيبه المغرب، ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا فاهم، بس هي مش عاوزه. فهو خلاص هم ما ركزوش على الماتش من اوله، بس ركزوا من اوله كان الماتش كان مضمون. انا شايف اول 60 دقيقه يا جماعه برناردو سيلفا مش موجود. برناردو سيلفا انا كنت حاسس اصلا ان هو ما بيلعبش، مش شايفه خالص في الماتش. برونو هو اللي اتاخد فحت ورد، وعندك جواو كانسيلو اتاخد فحت ورد، عندك دياش اتاخد فحت ورد بصراحه، عشان الصراحه تقال. وكريستيانو كانوا حاضنينه وكانوا سايبينه كده في حاله. كريستيانو اول ما نزل اصلا حرفيا يعني هو ما عملش حاجه غير شوط اخر شوطه دي بس اللي هي في الزاويه دي بس، وبونو صدها بس تقريبا ما عملش اي حاجه ثانيه. وهو يعني هو كان بيتحرك بس اللعبه ما كانتش بتشوفه. ما انت دلوقتي انت قدامك
مرابط اخدها نحله في الملعب، تحس ان هو كانتي في بوجبا مع بعض الاثنين. والله الولد اي حد تلاقيه استلم الكوره تلاقيه بقى في وشه على طول بيقفل عليه، عايز ياخد منه الكوره، بيحك معاه، بيخبط، فاهم؟ ممكن يبقى خلي بالك تعب خلاص مش قادر، بس الجماهير فاهم يبقى قاعد كده ونايم في الارض خلاص مش قادر يقوم يبص على الجماهير فاهم، يجي على نفسه ويقوم. لا ما هو انت في حسبة 50,000 كلهم لابسين احمر وكلهم مغرب. وتلاقيه بعد الماتش خلاص بقى تلاقيه مدد بقى، يعني تحس بقى بايه بالوجع كله. خلاص روح بقى خلاص. انت بتشوف اصلا اللعيبه بيرقصوا مع يعني والدته مثلا او مراته او مش عارف ايه، بتاع في انبساط وفي حاله ما تبقاش فاهم عمرها ما حصلت قبل كده. يا جماعه احنا مبسوطين جدا 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 على اللي بيحصل ومبسوطين جدا بالمنتخب. هو من الاخر يعني الملخص المفيد يعني الدول كلها هتبقى خلاص بقى العرايب عرب، مش يعني مش هو ماتش مضمون زي ما كانوا بيحسبوها الاول. اي كانت فرقه يلعب فرقه عربيه، لا اي فرقه هلاعبها لا خلاص بقى انا هركز فاهم وهلعب كوره، مش مثلا فرقه عربيه مش مهم حط البودلة حط الناشئين مش عارف ايه، مفيش تعمل اي حد هتلاقيهم بيعملوا لها 1000 حساب بعد ما المغرب عملته وايو اكتر هي كده خلاص يعملوا 1000 حساب. لو اخدت بقى كاس العالم خلاص كده هتلاقي العرب كلهم بقى لا ما احنا ممكن نغير طريقه تفكيرهم بقى. يعني احنا قبل كاس العالم ده كنا نفكر ازاي، لا يا رب بس ايه نوصل دور 16 اي فرقه عربيه يا رب نوصل 16. وصلنا احنا كده مبسوطين قوي وتمام. انما لا خلاص ليه هنغير تفكيرنا بقى، احنا لا احنا نحلم بكاس العالم ويلا بينا مش مهم ايا كانت هنلاعب مين ايا كانت مين ضدنا، لا احنا نعمل اللي علينا وخلاص. انت وصلت دور 16 قابلت اسبانيا، قلت يعني يا رب يعني احنا نفسنا بس مش هتحصل، شوف وبعدين لينا كسبنا اسبانيا وصلنا للثمانية. يا رب احنا نفسنا بس مش هتحصل، بس هي حصلت. انا اللي خايف منه ان هو يحصل معاه زي ما حصل معانا في افريقيا اما كسبنا الفرق كلها اللي احنا كنا مش متوقعين ان احنا نكسبها ووصلنا النهائي، حصل فينا كده من السنغال. هم بقى شكلهم هيحصل معاهم كده وهيكسبوا كل ده وهيكسبوا الماتش الجاي مع فرنسا، هيوصلوا النهائي ضد الارجنتين وكرواتيا ان شاء الله. كرواتيا هتكسب شكلها كده، بس يا ريت والله. انا اللي عاوزه ياخدها يا المغرب يا كرواتيا، ارجنتين لا خالص. فرنسا عادي مش فارق، كفايه ان كريستيانو خسر يعني ما يبقاش ميسي كمان كسبها. في النهايه يا جماعه نحب نقول لكم ان ده راينا وان احنا ان شاء الله بنساعد منتخب